صباح الخير اخوان اخوات، صباح عليكم بخير، جمعه مباركه ونهايه اسبوع موفقه. لاباس عليكم بخير، اموركم مزيانه، جيسبر انكم تكونوا مزيان نتوما كتشوفوا هذا الفلوق. نقول لكم ان شاء الله باذن الله بالجمعه غادي نجمع لكم الويكاند كامل اللي مع الخوت. خويا هبط عند خوادريه لكازا. ايوا صافي انا جيت هادشي اللي شفتو في الفيديو اللي فات، نصور معكم غير لقطات. المهم كازا نحاول نصور معكم لقطات البلايص اللي مثلا ما عمري مشيت لهم في كازا. من البلايص اللي مشيت لهم في كازا راه ديجا بارطاجيتهم معكم. هانتوما معنا. المهم دابا الوالده وجات لينا واحد القصعه، هاد القصعه هادي واحد القصعه ديال الطعام. يا سلام. ايوا الخوت لقيتونا عرفتوا تخيلوا معنا مع تغدينا صافي جبدنا على البلاصه. المهم فقنا حتى شي من مور العصر، يلا درنا كاس كروت. دابا نخرجوا صراحه ما عرفتش فين غادي نمشيو بالضبط، ولكن غالبا غادي نتحركوا جهه البحر ولا شي حاجه. هذا هو المود ديالنا ديما، دابا هذا هو البروغرام ديالنا ديما. ملي كنجيو عند الخوادري كنمشيو لشي بلاصه جهه البحر. اوكي. المهم هذا هو الاوتفيت اللي ضربت عليكم في الفيديو اللي فات، كاسكيطه قميجه وسروال. المهم الناس اللي يقولوا لي غلاضيتي، اي غلاضيت 80 كيلو. هنا المسجد الحسن الثاني. انا راه ديجا صورت لكم هاد اللعيبات، ولكن المهم شو سبحان الله. عرفتي مسجد الحسن الثاني كنتفكر اول مره كنت جيت له في النهار، ما كنت جيت له في الليل، وكان عجبني الجو. ومن عاود رجعت وجيت له في الليل لا عجبني الجو. سبحان الله، اقسم ما كتجي ليه كتحس براسك بحال اول مره جيتي ليه. لقيتوني دابا جينا للمسجد الحسن الثاني. لحقاش خوادري اول مره غادي يجي عند الخوادريه، فهمتوني. المهم انتم معنا في حاجه درناها. العائله غادي قدامي وكيشوفوا كل شويه نتخافوا معايا، ما حدا من مورايا حتى واحد. دابا الحسن الثاني مع العائله. المهم كنحاول نصور معكم. دابا راني كنصور بالكاميرا اللورانيه بحكم اضاءه ناقصه وكذا. تحياتي لكم. المهم التصاور اللي نتصوروا من هنا غتلقاوهم في صندوق الوصف، ولكن في الفيديوهات اللي زعما مؤخرا جيت لكازا ما ظنش انني جيت للحسن الثاني في الليل. اهلا الاخوان، صافي عليكم بخير، اموركم مزيانه. لقيتهم مالين الدار ما فيهم ما يخرجوا. صافي انا درت بروغرام مع الدري صاحبي غادي نتلاقاو ان شاء الله باذن الله، نمشيو شي قنت. صافي هادشي اللي كاين. هذيك الساعه مني نرجع لقاش نقدر نرجع صراحه بكري. الا رجعت بكري ولقيت مالين الدار مازال ما خرجوش ولا مثلا خرجوا في الليل ولا شي حاجه، راه نخرج معاهم. عرفتوا دابا انا بغيت نقطع الجهه الاخرى نمشيو للضواء وداك الشيء. اوكي صافي دابا مزيان. ما بين القنت الاخر والقنت الاخر خصني ندير دعاء السفر. علاش؟ شوفوا الناس كازا. انتم معنا في حاجه درناها. انا درت مع الدري حدا السياش بونك فيكم واثقون. المهم الاخوان لقيتونا هنا، كنت لقيت مع الدري صاحبي ومن مورا شدينا ان درايف باش نمشيو لواحد الطراس. صراحه واحد الطراس كاين زويون في مدينه كازا، غنخلي لكم السميه ديالو. اوكي. وكذلك نخلي لكم حتى تصاور في الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. فيه واحد المنظر واعر من التراس ديالو. المهم حاولت في هذا الفيديو انني نصور معكم غير لقطات ديال الويكاند كيفاش داز، لقيت اصلا هاد السفره ما كنتش معول انني نسافرها. صافي هادشي اللي كاين، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. الطراس اللي عجبتني فيها عندها واحد المنظر اللي زويون اللي كيطلع على مسجد الحسن الثاني، وحتى السيرفيس ديالهم والماكله ديالهم صراحه زوين. المهم راني ما صورت لكمش بلا كيفاش كان، المهم نحط لكم هاد التصويره كيفاش كان قبل الافتراس.
خاصوني دابا جيت لعند ماني للدار العين دياب قهوينا هنايا. ايوا صافي دابا نرجع للدار نشدو شي فيلم ولا شي حاجه، وان شاء الله باذن الله غدا نرجع لسيدي قاسم ونحط لكم هذا الفلوق. اخوان تخيلوا لي مازال لي 7 دقائق وانا فين؟ انا في الباب ديال لاكار. 7 دقائق في باب لاكار راه بمعنى لاكار كبير، راه خصني نجري ولا نسرب. شوفوا الناس كيخافوا يجريو في لاكار لقاش الكاريزما ديالهم ما طيح. انا انا البي ديالي لا تلف تمشي. يلا زرب 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 زرب. انا ديما نجري انا والدرينات في لاكار. انا الناس كيخافوا من الكاريزما ديالهم طيح، انا خايف بيا تمشي ليا. المهم ايوا المهم هو هذا اللي انا نمشي ليه. المهم جالس كندير المونتاج للفيديو وبقيت راسي انني ما درت لكم لا نهايه لا حتى حاجه. بديت كنجراو انا والتران. المهم جيت في داك التران صراحه ما جاش عليا. انا شوف انا معروف عليا هذه فهمتيني، ديما تنتعطل، ديما ديك القسمين انا عاد كندخل لاكار. المهم نهار اللي كنت مشيت نهار اللي كنت نمشي لتركيا قسما بالله الا يلا دخلت دفعت الباكاج وداك الشيء جبتها مع الطياره نيشان. انا ديما هكا. المهم كنتمنى انكم تكونوا وصلتوا لهاد اللقطه وانتم بخير وعلى خير. اللي وصل لهاد اللقطه يكتب 70 في الكومونتير باش نعرفكم انكم شكون فيكم اللي وصل لهاد اللقطه. وكمان نشكركم على دعمكم لهاد القناه. ان شاء الله باذن الله اللي غتلونس ان شاء الله باذن الله عند ناس اخرين. الا درتوا لايك كومونتير وبارطاجيتوها وكذلك ديروا ابوني اللي ضيع على الفيلم كامل. هذا الفلوق صراحه جا قصير لحقاش كنت صراحه ما كنتش ناوي نصورو، ولكن من شفت الاجواء عائليه وداك الشيء ناضي كناضي وزويون. المهم صورت معكم لقطات. لهنا غادي يكون هذا الفيديو. سلام، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا على تبعكم الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، وما تنساوش انكم تيسروا الامور ديالكم باش ربي ييسرها لكم.